السلام عليكم، مساء الفل عليكم. هنعمل النهارده تورته مقاس 30 في 30 من غير قالب 30 في 30. هعملها من صاج. ولو انت ما عندكيش حتى صاج ممكن تقدري تعمليها من خلال الصينيه المستطيله اللي هي اكبر صينيه في الصواني المربعه، سوري، المستطيله اللي موجوده في كل بيت. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش اللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك وتدوسوا لايك عشان الفيديو يترفع واكبر عدد ممكن يشوفه ويستفاد. التورته هنعملها بطريقه سهله وبسيطه زي ما عودتكم، وباذن الله اللي حتى اول مره يعمل تورته تبقى سهل عليه. اول حاجه الكيك، هسيب لكم لينك الفيديو بتاع الكيك في صندوق الوصف لان احنا عملناه كتير جدا جدا مع بعض، فعشان الفيديو بس ما يطولش علينا. اول حاجه انا عملتها، انا عملت بمقدار 4 بيضات، وهسيب لكم زي ما قلت لكم اللينك في صندوق الوصف. عملت 4 سجون، صاجين فانيليا وصاجين شوكولاته، بس انا مش هستخدم طبعا كل الصاج التاني، انا استخدم صاج، والصاج التاني هيتبقى منه كيك. تمام. اول حاجه انا دي قاعده مقاس 30 في 30، انا طبعا مش هقطع على مقاس القاعده بالظبط. ليه؟ لان انت بعد ما بتشتغلي بتجلسي فالتورته بتزيد معاكي، فاقطعي مقاس 28 الكيك. فانا قست كده مقاس 28، وهبدا ان انا اقطع. لما احط الكريمه واجلس بتزيد معايا كمان 2 سم 2 سم، فتبقى 30 في 30. تمام كده. الكيك اللي هيبقى مني ده انا طبعا هشيله في كيس كويس جدا، بلاستيك محكم الغلق، واحطه في الفريزر مع بقيه الكيك، وهنشتغل بيه في اي تورته تانية. كده هقطع بقى كده سمبوكسة عشان يديني شكل حلو للكيك. وهبدأ ان انا بقى اشيل كل الوش الملزق ده بايدي كده زي ما انتوا شايفين. هنا انا بعمل التورته بتاعتي 3 ديسكات بس، لو انت هتعمليها 4 تمام يبقى هتستخدمي السيجان كلها، وهيبقى منك الكيك الرفيع اللي طالع بس ده بس. لكن لو هتعملي 3 طبقات زي، يبقى في عندك نص زي ده هيتبقى مع الحاجات الرفيعه دي، تشيليها برضو زي ما قلت لك في كيس في الفريزر، وتقدري تستخدميها في تورته تانية. تمام كده. الكيك ارتفاعه زي ما انتم شايفين كده عالي، وهوريهولكوا برضو في كيك الشوكولاته. كيك الشوكولاته خدت بقى الحته اللي انا قطعتها من كيك الفانيليا عشان يطلع المقاس بالظبط، يبقوا الاتنين قد بعض بالظبط، وهقطع نفس القطعه اللي انا قطعتها. هنا لقيت، بصوا الارتفاع بوريهولكوا عالي ازاي، ده بمقدار ال4 بيضات وكوبايه ونص بس دقيق. لقيت الوش هنا مش هينفع يتشال معايا بايدي، فعملت كده المنشار ان هو يشيل لي بس الرق اللي فوق بتاع الوش ده، لان الوش ده بيبقى ملزق وبيبقى زفر، والكريمه مش بتلزق فيه، فلازم نشيله. هنعمل بقى الكريمه اسعارها غليت جدا 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 زي ما انتوا عارفين. انا كنت بجيب ريتش المتحده، بس عشان ما ازودش على العميل بقيت اجيب اللي هي عليها المضرب. هقول لكم بعمل ايه عشان اخليها نفس طعم ريتشي. هنا حطيت كوبايه ونص من كريمه المتحده، وعليهم معلقتين كبار باستري، وهحط عليهم ربع كوبايه من السكر البودره، وبحط سكر بودره مش سكر حبيبات، ومعلقه كبيره كمان، ومعلقتين كبار من لبن نيدو. اللبن النيدو والباستري كريم بيخلي طعم الكريمة غني جدا، زيها زي ريتشي، لان ريتشي سعرها عالي جدا. وهحط طبعا كوباية ونص من المية المتلجة، مقدار المية المتلجة اللي بتحطوه يبقى نفس مقدار الكريمة اللي حطيتوها. بعد ما اتضربت هعمل بقى موس الشوكولاته اصلا بيبقى فيه سكر، فاحنا مش هنحط له سكر. برضو موس الشوكولاته سعره غلي، فانا هعمل ايه، بقيت احط نص كوبايه من موس الشوكولاته عليها نص كوبايه من الكريمه بتاعه المتحده، ومعلقه برضو كبيره باستري كريم، واحط معلقه بس سكر دي بتاعه النص كريمه اللي انا حطيتها بتاعه المتحده. لكن موس الشوكولاته احنا مش بنحط له سكر زي ما انتوا عارفين. فالمعلقه اللي انا حطيتها دي بتاعه نص الكريمه اللي انا حطيته. وحطيت حوالي كوبايه الا ربع من الميه، وحطيت شويه جناش كده عشان يطعمولي الكريمه بتاعتي. تمام. وضربتهم. الكريمه اسعارها غليت جدا 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 زي ما انتوا عارفين، واكيد اللي بيشتغل عارف. فاحنا عشان نعمل الكلام دوت بنفس السعر اللي احنا كنا شغالين بيه وما نعليش على العميل، نعمل بدايل، وده اللي انا عملته. اول حاجه عملتها حطيت الديسكين زي ما انتم شايفين كده، ولزقتهم في بعض، ودي خطوه مهمه، لازم تحطي كريمه ما بينهم وتلزقيهم. الاول انا ما كنتش بلزقهم بصراحه، فوانا بشتغل في الكيك بعد ما باجي افنش بحس ان هم مقسومين، يعني بيبقى واضح بس التزيين بيداري. فاسلم حل الكلام ده ان احنا هنلزقهم الاول كده بحته كريمه زي ما شفتوا، وهحط بقى جناش، وهعمل كل الطبقات بنفس الطريقه دي. حاولوا بقى يعني تسهلوا على نفسكم. الاول انا كنت بشتري خامات، بنزل تحت العتبة وبشتري يعني كمية، وبصوا يعني ممكن 1000 1500 يشهيصوني كده، واقعد مثلا شهرين 3 منزلش.
الخامات كانت اسعارها حنينه شويه، لكن دلوقتي انا رجعت تاني زي ما كنت بشتغل الاول، بقيت اجيب بالطلب. يعني ايه؟ بس طبعا مش هعرف ان انا اجيب إيه نص كيلو كيلو زي ما كنت بجيب في الاول، لا يعني ممكن اجيب 2 كيلو موس، 2 كيلو كريمه، 10 علب من كل مقاس. برضو القواعد 2 كيلو من كل حاجه. الاول كنت بنزل اجيب اكتر من كده، بس الدنيا غليت فعلا، في حاجات كتير استغنينا عنها. حتى زي ما بقول لكم كنت بجيب ريتشي، بطلت اجيب ريتشي. الموس بقيت استخدم نص ونص، وبرضو بيدي على فكرة نفس تيست الطعم. احنا ما قلناش من تيست الطعم، بس بنحاول نوفر ونسهلها على بعض. الكريمة اللي اتبقت، انا طبعا الكوباية ونص ما استخدمتهمش كلهم، اتبقى منها ما استخدمهمش في حشو الفانيليا، فاتبقى منها جلست فيه نص الفانيليا، بس الحقيقة ما بقاش لنص الشوكولاتة، فعملت تاني كريمة لنص الشوكولاتة حوالي نص كوباية. تمام. هنا هجلس بقى زي ما انتم شايفين. واحنا بنجلس يعني ما تحاولوش تتعبوا نفسكم في الحته دي، لان التجليد صعب بياخد وقت. لما بتبقى حاجه هي اللي بتبقى باينه وعايزه لها شارب ايدج، فبعمل بقى بصراحه يعني بيرفكت التجليس. لكن دي انا هغطيها بورق فاكيوم واحط عليها فاكهه واحط عليه شوكولاته، فهعملها برضو شكلها حلو تمام، بس مش هتعب نفسي زي ايه التورت التانية. ومن الجناب كده بعمل بالسكريبر المشرشر، عشان لما نيجي نلزق ورق الفاكيوم وانتوا بتشيلوه بقى، وانتوا بتيجوا تشيلوا الورق عشان تقطعوا التورته، لو انتوا مش عاملين الشرشره بتاعت السكريبر المشرشر دي، ساعات الكريمه بتطلع في ورق الفاكيوم، فده تجنبا ان الكريمه تطلع لازقه في ورق الفاكيوم. نص الشوكولاته برضو هجلسه وهعمله برضو بالسكريبر المشرشر. عايزه اقول لكم ان انا اي تورته بعملها مش بعملها واسلمها في نفس اليوم. انا بعمل الكيك مثلا بالليل، ولازم يهدى، واصحى الصبح ابدا احشيه وابيتها ليله وهي محشيه في التلاجة. جربوا تبيتوا الكيك، سوري التورته، تبيتوها بتفرق جدا في الطعم عن ما تكون معموله ولسه بتاكلوها طازه. كل حاجه بتتشرب من بعضها، الطبقات بتمسك، بتبقى الديسكات كده باينه مع طبقات الكريمه، بيبقى طعمها وشكلها بصراحه بيبقى تحفه عن اللي هي بتتعمل وبتتاكل في نفس اليوم، عن تجربه يعني. وبرده جربوا تحطوا جناش شوكولاته في حشو الشوكولاته، بيودي التورته في حته تانية خالص. هي اللي كانت طالبه التورته دي كانت طالباها ساده خالص من جوه، لان انتوا عارفين دايما ان انا بحشي الكيك بتاعي بمكسرات وفواكه وكده، هي لا كانت طالباها ساده خالص. تمام. ده ورق فاكيوم، بنجيبه طبعا من محلات مستلزمات الحلواني، واي خامات او ادوات بجيبها من مستلزمات الحلواني. هنا دي طبعا الورقه عشان دي تورته كبيره ما كفاش، فقطعت من ورقه تانية حته كده مش هتبان طبعا. حطيت هنا خل عشان اقسم بيها، واصب الجناش ما يخشش على نص الفانيليا. بصوا، ده جناش انا كنت عاملاه، وهسيب لكم برضو لينك الجناش في صندوق الوصف. من بالليل وسبته بره فتقل طبعا. فحطيته بقى كده في كيس الحلواني، وابتديت اعمل منه روزتات. بس هو لو كان سبته ليله في التلاجة كان تقل اكتر، وكانت الروزتات هتبقى ماسكه نفسها اكتر من كده. بس هنا عشان كان بره وانا مستعجله ما عرفتش احطه في التلاجة بصراحه. بعدين بقى رحت مسخنه الجناش ده في الميكروويف، ولما خد درجه حراره المطبخ، ما كانش سخن خالص، لازم ياخد درجه حراره المطبخ، نزلت بيه على التورته بتاعتي كده زي ما انتم شايفين. برضو لازم نكون مدخلينها التلاجة قبل ما نصب عليها الجناش عشان تبقى ساقعه. هدخلها بقى انا التلاجة كده، وده دست ذهبي، هلون بيه كل الحروف باللون الذهبي، وهوريكم دلوقتي المولد بتاع الحروف والمعالق. لازم طبعا ادخل التلاجة التورته بتاعتي على الاقل 5 ساعات عشان الجناش يمسك فيها، وابدا احط عليها الحروف. ده كل الحروف والمعالق دي كلها بالشوكولاته قابله للاكل طبعا، والدست الذهبي قابل للاكل. ده مولد الحروف السيليكون عشان كان في ناس بتسالني عليه. الحرف بيبقى مكرر مرتين كده بكيس اللي هو السبوع او كيس الحلواني، بس تفتحيه فتحه صغيره، تحطي فيه شوكولاته خام سياحه عادي خالص، وببدا ان انا املى الحروف وادخله الفريزر. وده برضو المولد بتاع المعالق بيدي شكل حلو جدا للتورته، بيديها شياكه كده. بس كده هو ده اللي انا عملته. هنبدأ دلوقتي بقى ان احنا نحط الفاكهة. لازم عشان احط الفاكهة اعمل لها يعني زي حاجة تسند عليها، فلازم كنا نعمل الكريمة دي روزيتات كده عشان اسند عليها الفاكهة. دي مانجا انا مفرزاها ومطلعاها وقطعتها شرايح رفيعة، وبرده تفاح اخضر قطعته شرايح رفيعة، وبحط واحدة مانجا وواحدة تفاح زي ما انتوا شايفين كده. المانجا انا مخزنة زبدية وبخزنها خرط كده،
وبشيلها في الفريزر. فبصوا انا عملت منها شرايح، وباذن الله في رمضان نعمل منها مكعبات بتطلع فريش وحلوه وطعمها طازه، وغير خالص اللي احنا بنشتريها متخزنه بصراحه. ده برقوق قطعته نصين، وهشيل منه البذره برضو وهقطع كده. بصوا البذره بتتشال بكل سهوله. وهبدا ان انا اعمل منه رقين واحطهم على التورته. واللي انا هلمع بيه هلمع بجل تلميع على السخن مش على البارد. وكل مره هرجع واقول لكم اللي بيشتغل على البارد، لو انت التورته ما اتاكلتش في يوميها، التورته الفاكهه بتاعتها لونها بيبقى باهت، وما بيبقاش حلو ولا بيلمع زي اللي على السخن. فهي يعني لازم تتاكل وقتي، لكن اللي على السخن بصراحه بيدي حتى شكل وريحة وكل حاجة حلوة للفاكهة. برضو هقطع تفاح كده وهقطعه واحطه، وقطعت كيوي زي ما انتم شايفين. وهوريكم دلوقتي شكل الجل التلميع على السخن بيبقى عامل ازاي ونستخدمه ازاي. لان برضو كذا حد بيقول بيكلكع مني وانا بشتغل وكده. الكلام ده ما بيحصلش معايا خالص، لان انتوا يعني ممكن تكونوا مش متعودين، او اول مرة. انا اول مرة جبته واشتغلت بيه كان كده، بس بصراحة مع التعود لا ظبط معايا. بعد ما خلصت كده هبدأ بقى ان انا اجيب الحروف. طبعا الجناش كان تقل معايا زي ما قلت لكم، لازم احطها في التلاجة عشان الجناش يمسك، وابدأ احط عليها الحروف. وهحط بقى الحروف وهوريكم دلوقتي اهو. بصوا عامل زي كتل زي الجيلي. ده بقى لما يدخل الميكرويف ويسيح بيبقى ميه كده، تيجي تحطيها على التورته يعمل طبقه عازله بقى التورته، ولا الفاكهه بتاعتها بتبوظ ولا بتحمض ولا لونها بيغير ولا اي حاجه. كتبت كده بقى هابي بيرث داي، وكتبت الاسامي اللي هي كانت طالباها. وهحط كمان المعالق. طبعا التزيين يعني ده من ذوقي انا، بس هي بتبقى قايله لي مثلا انا عايزاها حشو كذا، عايزاكي تكتبي من فوق كذا. تورت البنات بقى اللي انا بعملها هم اللي بيختاروا الاشكال برضو، وانا بزين على ذوقي. الا لو كانت واحده بعتها لي تورتايه وتقول لي اعملي لي زيها بالظبط، ساعتها بعمل زيها بقى يعني، ولا بقدم ولا باخر بصراحه. بس اللي انا بعمله ده ان انا بظبط الحروف بالخله بتاعه السنان. بس طبعا دي علبه انا جايباها ومخصصاها للشغل الترط، بعمل منها الطبارات. بظبط منها الحروف زي ما انتم شايفين كده. بس هنبدا بقى. بصوا هوريكم دلوقتي. بصوا عمل ازاي بقى ميه. هبدأ بقى ان انا احطه. انا مش بدهنه، يعني مش بمسك الفرشة واروح على الفاكهة وادهنها، لا، انا برشرش عليه كده. يعني بغرقها بمعنى الكلمة. يعني هم حتى في المحلات بيمسكوا كده فرشة كبيرة ويحطوها جوه الجيلي ده ويغرقوا بيها الفاكهة. فانت مش تدهني، لا، تعملي زي ما انا ما بعمل كده. آم، حاجه كمان عايزه اقولها لكم، ان انتوا بترصوا الفاكهه ما تخلوش ولا حته كريمه باينه زي ما انا عامله كده. شايفين الفاكهه لازقه في بعضها، ما فيش فراغات بين اي فاكهه والتانيه. لازم عشان التورته تطلع كانها بتاعت بره. لان انا بشوف ناس كتير يعني شغلهم والله حلو، بس الفاكهه متفرده عن بعض فباين انها بيتي. فعشان تبقي شغلك يعني محترفه، الفاكهه تبقى لازقه في بعضها زي ما انتوا شايفين كده، ومفيش فراغ بين فاكهه والتانيه. وكده الفيديو خلص. يا رب اكون قدرت افيدكم والفيديو يكون عجبكم.